الفيلم لو عجبكم هنعرف من تعليقاتكم واشتراكاتكم، واكيد وقتها هننزل لكم افلام اكتر هتعجبكم. الفيلم بيحكي عن روبوت رايق اسمه والي عايش على الارض هو وصاحبه الصرصار لوحدهم، ووالي كان بيحاول ينظف الخراب اللي على الارض لانها مش بيكون موجود عليها غير المخلفات، ووالي بيقدر يجمع المخلفات ويضغطها في شكل مكعبات، وهو شغال بياخد الحاجات اللي بتعجبه وبيروح يشيلها في العربية اللي عايش فيها، وبنلاقيها عربية رايقة شبهه موجود فيها تلفزيون وفيديو، وبنعرف ان والي حبيب قديم ونفسه يحس بالحب زي أبطال الفيلم اللي بيحبه. وتاني يوم بيروح والي على شغله وبيلفت نظره نبتة صغيرة موجودة على الأرض، فبياخدها بجزء من التربة وبيحطها في فردة جزمة على أساس إنها شالية، وهو مروح لبيته بيشوف نقطة حمراء على الأرض، ولما بيلاقيها بتتحرك بيروح وراها وبيكتشف إن دي جزء من إضاءة صاروخ بينزل على الأرض، وبيشوف الصاروخ وهو بيخرج روبوت وبيشغله، وبعدها بيسيبه على الأرض وبيرجع الفضاء. ووالي لما بيعرف إن الروبوت ده بنت بيقول بس هو ده الحب اللي بيدور عليه من سنين، وبيقع في غرامها من أول لحظة وبيروح وراها في كل مكان، وبيعرف إنها بتستكشف الأرض، وبيعرف كمان إنها مزودة بأسلحة دفاع عن النفس لأنها لما بتشوفه بتهاجمه بس بتسيبه لما بتلاقيه روبوت على قده ومصدي. بس والي ما بيستسلمش وبيفضل وراها، وبالليل بيسهر يجهز لها هدية، لكن هي لما بتشوفها ما بتهتمش وبتروح تكمل استكشاف الأرض وتحرق أي حاجة تعترض طريقها. وقتها والي قال ما بدهاش ولازم اتعرف عليها، وراح بسرعة قال لها ان اسمه والي، وعرف ان اسمها ايفا. بس قبل ما يتعرفوا اكتر قامت عاصفة جامدة ووالي اخدها بسرعة على عربيته، وبعد ما شغل لها الانوار الرومانسية شغل لها شريط الفيديو اللي بيحبه، لا وكمان قرر يديها النبتة هدية، بس تتفاجئ ان ايفا اخدت النبتة وحطتها جواها وبعدها فصلت. وبعد ما والي حاول يشغلها كتير ومعرفش افتكر ان بطاريتها فصلت فاخدها يشحنها تحت الشمس، ولما ما اشتغلتش ما فقدش الامل وفضل جنبها رغم العواصف والمطر، لا وكمان بقى بيخرجها ويفسحها علشان ما تحسش بملل، وبقى كل يوم حبه يزيد ليها اكتر لحد ما في يوم وصل الصاروخ تاني للارض واخد ايفا. وقتها والي اتجنن وامر الصرصار ما يتحركش من مكانه لحد ما هو يتصرف، بس بدل ما ينزل ايفا على الارض طلع هو معاها للفضاء، وهناك اكتشف ان الصاروخ دخل لمركبة فضائية عليها روبوتات كتير شبه ايفا، وبعد ما شاف الروبوتات بينقلوها لمكان تاني راح بسرعة وقف قدام روبوت وخلاه نقله ورا ايفا. وقتها وصل له روبوت التنظيف، ولما ما قدرش ينظفه لوحده استعان بروبوتات تانية تساعده، بس والي هرب منهم واستخبى ورا ايفا وشاف الروبوتات وهم بينقلوها لمكان تاني، وطبعا راح وراهم روبوت التنظيف، بس مش لانه شايفهم لانه محتاس بسبب اثار والي اللي بهدلت الارض. في الوقت ده والي اكتشف ان المركبة دي عايش عليها بشر كتير ومعاهم روبوتات اكتر بيساعدوهم، بس ده ما كانش مهم بالنسبة لوالي وكان مهتم بس بإيفا، وعلشان كده راح وراها لحد ما وصلت للمختبر، وده لأنهم اكتشفوا إن معاها نبتة. وبعد ما وصل لها قائد المركبة الفضائية والروبوت أوتو المساعد بتاعه وصلت للمركبة مكالمة من الرئيس وبلغ القائد إن طالما لقوا نبتة على الأرض يبقى ده وقت الرجوع للأرض، وعرفوا إنه أول ما يحط النبتة في جهاز الأكسيوم المركبة هترجع تلقائيا للأرض. في الوقت ده القائد أمر بتشغيل إيفا، وهي أول ما اشتغلت لقت والي قدامها وخبته بسرعة قبل ما حد يشوفه. أما إيفا اتفاجئت بعد ما القائد فتح محتوياتها وما لقاش النبتة جواها لدرجة إنها دورت عليها مع والي لكن برضه ما لقيتهاش. وقتها القائد أمر بتحويل إيفا للصيانة لأنها ادت إنذار كاذب، وبعد ما شاف والي افتكروا الروبوت معاهم على المركبة وأمر بتحويله لقسم النظافة، وبسرعة الروبوتات نقلوا والي وإيفا زي ما القائد أمر. بس والي أول ما شاف روبوتات التصليح بيفكوا أجزاء إيفا ما استحملش وكسر المكان اللي موجود فيه وراح لها بسرعة، وهو بيحاول يخرجها فتح كل الحواجز اللي قدام الروبوتات اللي محتاجة تصليح، وهم افتكروا ان والي قائد التمرد على نظام الروبوتات ومشوا وراه يحيوه. وقتها ايفا راحت له وحاولت تبعده عنهم لكن روبوتات الحراسة صورتها هي ووالي ونشروا صورهم في المركبة وبلغوا انهم مطلوب القبض عليهم. في الوقت ده ايفا اخدت والي لمكان كبسولات فضائية، وبعد ما ركبته واحدة منهم قالت له ان ده وقت رجوعه للارض، لكن والي مرضاش يسيبها. وفي وقت الرومانسية وتمسك والي بإيفا سمعوا صوت روبوت بيقرب منهم، وبعد ما استخبوا شافوا الروبوت معاه النبتة وحطها في الكبسولة علشان ترجع الأرض تاني. وبعد ما مشى راح والي بسرعة يرجع النبتة لكن فجأة الكبسولة اتقفلت عليه وطارت بيه في الفضاء. وقتها إيفا طارت وراه علشان تلحقه لكن والي وحش وقدر يكسر الكبسولة ويطير منها بطفاية الحريق. وبعد ما شاف إيفا واداها النبتة فضلوا الاتنين يطيروا ويرقصوا في الفضاء لحد ما ربنا كرمهم وافتكروا انهم لازم يرجعوا النبتة للقائد. وقتها إيفا خبت والي في مكان أمان وراحت للقائد سلمته النبتة وهو شغل ذكاء
ذكرياتها علشان يشوف الأرض اللي إيفا لقت النبتة فيها. في الوقت ده وصل الروبوت أوتو وحاول ياخد من القائد النبتة وشغل له رسالة قديمة من الرئيس بتقول إن عملية تنظيف الأرض فشلت وبسبب التلوث اللي موجود عليها مش هيقدروا يرجعوا للأرض، وأمر الروبوتات يمنعوا أي عملية وصول للأرض. وقتها القائد حاول يفهم أوتو إن الوضع على الأرض اتغير والرسالة دي من 7000 سنة، لكن أوتو ما كانش مقتنع وصمم ياخد النبتة من القائد. ورغم كل الخناقة اللي شغالة دي إيفا ما كانتش شايفة غير الذكريات اللي متخزنة في الميموري بتاعها، وشافت والي وهو مهتم بيها وقاعد جنبها طول الوقت. بس ربنا كرمها وفاقت وركزت بعد ما أوتو أخد من القائد النبتة ورماها في ماسورة المخلفات. بس المفاجأة إن والي كان في الماسورة علشان يوصل لإيفا والنبتة وقعت عليه، ولما وصل لهم وجاي يسلم النبتة لإيفا الروبوت أوتو جمدها، وبعد ما ضرب والي رماه هو والنبتة وإيفا في ماسورة المخلفات وبعدها حبس القائد. في الوقت ده إيفا قدرت تخرج من وسط المخلفات وأنقذت والي، بس هو اداها النبتة وطلب منها تنقذ الأرض، وبسرعة إيفا أخدته هو والنبتة ورجعت المركبة. ولما روبوتات الحراسة شافوهم كانوا هيمسكوهم، بس لحظهم شافوهم الروبوتات اللي هربوا من الصيانة وضربوا روبوتات الحراسة، وبكده إيفا قدرت تهرب منهم. وقتها القائد شاف صورة إيفا ووالي ومعاهم النبتة على الشاشات، وبسرعة شغل الشاشات وقال لإيفا تروح لمكان الأكسيوم وتحط فيه النبتة، وفعلا إيفا راحت لهناك. والقائد شغل صورة للنبتة وكلم أوتو وعمل نفسه وصل للنبتة علشان يخليه يروح له، وأول ما أوتو وصل له شغل الأجهزة علشان يدور على النبتة، والقائد قدر يشغل الأكسيوم بس أوتو حاول يفصله ووالي بسرعة مسكه علشان يفضل مفتوح. بس إيفا قبل ما تحط فيه النبتة أوتو غير مسار المركبة وبدأت كل الناس تقع من مكانها والنبتة كمان وقعت من إيفا. وقتها القائد قدر يفصل أوتو وشغل القيادة اليدوية ورجع المركبة لمسارها، وبكده إيفا قدرت تمسك النبتة وتحطها في جهاز الأكسيوم، بس ده بعد ما كان والي اتكسر وفصل. وبعد 10 ثواني المركبة الفضائية كانت وصلت للأرض، ووقت ما كانوا الناس بيستكشفوا المكان حواليهم إيفا أخدت والي لعربيته وحاولت تدور على قطع غيار جديدة، وبعد ما قدرت تصلحه واشتغل اتصدمت لما عرفت إنه فقد الذاكرة ومش فاكر غير مهمته الأصلية وهي ضغط المخلفات. بس إيفا ما استسلمتش، وأول ما مسكت إيد والي رجعت له الذاكرة وما صدقش نفسه لما عرف إنها حبته. وبعد فترة عاش البشر على الأرض وبدأوا يزرعوا، ووالي وإيفا عاشوا معاهم وساعدوهم. وبكده بيكون خلص فيلم النهاردة، ونحب نعرف رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة، وياريت تكتبوا لنا اقتراحاتكم لأفلام جديدة.